السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجميع ومرحبا بالجميع في هذه القناة المتواضعة، قناة الحالكم، قناة النصيحة والمحبة، بناء العقول وبناء النفوس، نحبكم في الله. لأن الموضوع اللي نهضروا فيه اليوم هو يتعلق ببناء العقول، وهو من هذا المنبر المتواضع، من هذه القناة المتواضعة، دائما نحاول أن نبث واحد الرسالة أن المغاربة خصهم يتعلموا. تعلم الأشياء خير من جهلها، كسب المعرفة، ضياع الوقت عباد الله، نهضروا شوية في العام، لأن شفنا دابا كيولات دابا هاد منصة التواصل الاجتماعي. ولات يعني بكل صراحة نعيش فوضى، الكلاشات الخاوية والهضرة الخاوية ومواضيع خاوية، كيفاش نبنيو هاد العقول وكذلك بناء النفوس. علاش حنا هاد بعض اليوتيوبر الله يهديهم، احنا محبة نحبهم في الله، محبة، لأن القناة تاعنا قناة من أجل نشر المحبة بين الناس. أنا شفنا بعض اليوتيوبر الله يهديهم بهذا المنبر المتواضع، الله يهديهم. هضرنا على المس بكرامة الآخرين، راه يوتيوبر ما يحملش واحد مثلا يمس الكرامة تاعو، وكيفاش الإنسان يعني أنت ما حاملش أن الإنسان يمس الكرامة تاعك، وكيفاش تلمسوا الكرامة تاع الآخرين؟ بهذاك المعيار الخاوي، فهمتيني؟ بهذاك المعيار الخاوي بعضياتنا المغاربة يعيشوا مشاكل، خصهم يقلبوا على حلول، وربما وسائل التواصل الاجتماعي يعني خصنا نخليوها وسائل يعني لإيجاد حلول. ولا ما كانش يعني ايجاد حلول ونشرها المحبه بيناتنا، نبقاو نبغيو بعضياتنا، لان المحبه راه هي اصل مفتاح النجاح. وانا راه حنا مسؤولين على وليداتنا هذا، على اليافعين، فهمتيني؟ المغرب معول عليهم كما تنقولوا، فهمتيني؟ سواعد الام على هاد الشباب اليافع والشباب، راه سواعد الام، نحاولوا باش انكادرهم ونأطروهم بما يفيدهم، وتنهضروا على بناء العقول، ويحاولوا هذه رساله من هذا المنبر المتواضع، من هذه القناه المتواضعه، بناء العقول، وان نخليو هذه وسائل التواصل الاجتماعي من اجل كسب المعرفه. فهمتيني؟ راه لا بقاء يعني هضرنا على المستقبل، هضرنا على المستقبل، البقاء للأقوى، ونحاولوا نخليو الوسائل يعني كسب المعرفة وكذلك بناء العقول. ولا خير في قوم لا يتناصحوا، النصيحة بيناتنا والمحبة بيناتنا، لأن تنقول دائما المحبة هي مفتاح النجاح. إلا فات المحبة راه يولي الكريساج، يولي واحد، فهمتيني؟ يولي الكريساج، يولي النصب والاحتيال، يولي المعيار التنمر بيناتنا. هضرنا على المحبة أحبتي في الله، أحبكم في الله، وسلامي للجميع.